ئێستاش گوێویستی وتەکانی خاتوونێکی گەنج چالاک خەمخۆر بۆ گەنجان و بۆ باڵاپۆشان دەبین خاتو ئیمان محەممەد یوسف کە باڵیۆزی ڕێکخراوی حیجاب با بەڕێزیان بفەرمێت. عندما حاصر وقاطع قريش بنو هاشم ظلما ل3 سنوات قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها ولم يبقى من الصحيفة شيء سوى باسمك اللهم، فبسم الله مسراها وبسم الله مجراها وبسم الله من بيده أرواح أحيائنا ورحمته غمرت موتانا، وصلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة. ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء، أم أقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلماء، أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ السلام عليكن يا وصيات الرسول، السلام عليكن يا من قال فيكن المؤنسات الغاليات، السلام عليكن من قال فيكن ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. آخر ما وجهه إلى أمته من على منبره: أيها الناس اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. يا قارورات الرسول، اليوم أكرمكن الله بأعظم ما يمكن للمرء تكريمه، وهي تاج العبودية والوقار، الحجاب. الحجاب لغة تعني حجب الشيء أي ستره، وقد حجب الله عنكن وستركن عن كل رذيلة لتنالوا حياة كريمة وعيشة فضيلة بإذن الله. إن الحجاب هو امتثال لأوامر الله وطاعة له ولرسوله، وهي فطرة الإنسان التي خلق عليها، فالإنسان بطبيعته يحب الستر والتعفف، وجاء الحجاب للمرأة لتحقق هذه الفطرة، وهو أطهر لقلوب المؤمنات والمؤمنين عامة، حيث يحقق التوازن في المجتمع ويمنع الانحراف، وأجلب للعفة والطهارة، وأقوى في حماية للنفس من كل من حولها. فالمرأة حين ترتدي الحجاب تحافظ على وقارها، وهي بذلك مثالية، فمن تربت على الدين أخرجت من بعدها من يحافظ على هذا الدين، ويكون بذلك مجتمعاً ذا عزة وقيمة. تربي جيلاً على الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون بذلك خير أمة أخرجت للناس. يا بنات وحفيدات أول شهيدة في الإسلام سمية، إنني اليوم هنا لألقي كلمتي والفخر لي بصفتي سفيرة للمنظمة الأمريكية وورد حجاب داي، حيث تأسست هذه المنظمة المباركة عام 2013 من قبل سيدة نزمة خان بعد أحداث 11 من سبتمبر، حيث بدأت محاربة الإسلام والمسلمين كافة في الولايات الأمريكية المتحدة، وتعرضت المحجبات هناك إلى أذى كثير، فكانت هذه المنظمة المباركة بمثابة ملاذ آمن لهن. واليوم بتعاون مع منظمة التنمية لطلاب المعاهد والجامعات في كردستان أردنا المشاركة معكن في تكريمكن وحثكن والشد على أيديكن، وبارك الله لكن. وأقول كما قال القاضي عياض:
مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أي بباطن قدمي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد النبي. وأقول لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبنات نجار: والله يعلم بأن قلبي يحبكن، يا أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. ئەمەوێ بە زمانی شیرینی کوردیش پێتان بڵێم کەوا من نوێنەرایەتی ڕێکخراوی وەرد حیجاب دەی یەکەم، ئەو ڕێکخراوە ئەمریکیە کەوا ڕۆژی 1/2 هەموو ساڵێکی کردووەتە ڕۆژی جیهانی باڵاپۆشان بۆ هەموو کچان بۆ ئەوەی پیرۆزباییتان لێ بکەم. و هەروەها ئەمێ وەکووە بیرهێنانەوەیەک پێتان بڵێم کەوا لە کتێبی لئەنەکە الله لەبەر ئەوەی تۆ خودایت، عەلی بن جابر الفیفی لە پێشەکەکەیە ئەڵێ بۆ ئەو کەسەی کەوا شەوێکیان لە کاتی نوێژی عیشایە پێی وتم ئایا نوێژەکەت ئەنجام داوە؟ پێم وت بەڵێ. بە گومانەوە سەیرێکی کردم و پێی وتم هەرچیت ئەوێ بیڵێ ئەوا بیڵێ، وەلاکینەه قەد ڕەئاک، بەڵام ئەو تۆی دیوە بۆ دایکم. بۆیە ئێوەش ئەگەر حیجابەکانتان لە ترسی دایک و باوتانە ئەوە لە بیرتان بێ وەلاکینەه قەد ڕەئاک. وەلاکینەه قەد ڕەئاک عەلی بن جابری ڕاچڵەکان بۆی بێتە ئەو نووسەرە بە هیوادارم کەوا حیجابی ئێوەش وەلاکینەه قەد ڕەئاک ببێتە ئەو لوتکەی عوبودیەتەی کە خوای گەورە فەرزی کردووە لەسەرمانە و ببێتە جێگای شانازی بۆ هەموو لایەکتان و بۆ خۆتان و کۆمەڵگەکەتان. ئەگەر حیجابەکانتان بۆ ترێند و بۆ ئەم فیستیڤاڵەیە ئەوە لە بیرتان بێ وەلاکینەه قەد ڕەئاک، ئەو تۆی دیوە. ئەگەر لە ترسی کۆمەڵگەیە وەلاکینەه قەد ڕەئاک، ئەوە ئەو تۆی دیوە. ئەگەر لە پێناوی کەلتور و نەریتە وەلاکینەه قەد ڕەئاک. ئەگەر بۆ عوبودیەتیشە وەلاکینەه قەد ڕەئاک. ولودكي عبودية إنسان أويا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أجر توش أو نبيني أو تو أبينات. دمتم فخرا للإسلام والمسلمين، هراوا جاي شانازي بن بو إسلام ومسلمانان، وأن تلدنا أبطالا وبطلات كست الشام وأخيه صلاح الدين، وبالواناني هاوشيوي ست الشام وبراكي صلاح الدين أيوبي بهن نبون. وهروها كونوا أملا لهذه الأمة بابن هوكاري أميد هوابو أمتا، وسببا لإحياء هذه الأمة وهوكاري بوجيانا وبوجانوي أمتا. نلتقي بكم على الخير، ومصرانا وأقصانا وقدسنا وغزتنا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.